السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوى سهله واقتصاديه. غندوز معكم مباشره لطريقه التحضير. كنحتاج 2 بيضات، كاس ديال السكر، تقدروا ديروا كاس ونص على حسب نتوما الا كتبغيو الحلاوه زايده، قبيصه ديال الملح، كيس ديال الفاني. كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كيذوب ليا داك السكر. من بعد ما خلطت السكر مع البيض كنزيد كاس ديال الزيت، صافي. دابا غادي نزيد طانون ديال الفاني، كنزيد نخلط مزيان هاد الدانون مع المكونات الاخرين باش ما كيبقاش دوك الكويرات حتى كيذوب. صافي دابا غادي نبدا نزيد الدقيق بالتدريج، نضيف الكاس الاول والثاني والكاس الثالث. المهم نتوما عينكم ميزانكم، ما تكونش العجينه ما تقصحوهاش وما تجيش تاني مرخوفه بزاف تكون كتلصق. تقريبا راه كاملين كيعرفوا كتعرفوا تصايبوا الحلوى تبارك الله. انا فقط كنبغي نتقاسم معكم شي حاجه هكا الا درتها في الدار، كنبغي نشاركها معكم وصافي. كنستافدوا من بعضنا البعض وصافي. اما الطبخ راه بحر تبارك الله، راه فيه اشكال وانواع، كل واحد وكيفاش كيطيب، وكل واحد ويدو تاني. راه كاين اللي كيتلقى غير كيصايب الحاجه زوينه ولكن غير في الطريقه ديال الطياب ما كتصدقلوش. شحال من حاجه هكا تاخد المقادير مضبوطين كلشي، ولكن كتزقل غير شي حاجه هكا كيمشي لك كلشي. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا راني زدت كيس ديال الخميره ديال الحلوى. صافي هنايا كنجمعها. هنا بانت ليا مازال خصها الدقيق، غادي نزيدها كاس ونص من الدقيق. حاولت ندير هكا شي حليوه اللي تكون اقتصاديه وسهله في نفس الوقت، راه كتجي زوينه ولذيذه. صافي هنايا من بعد ما جمعتها نتوما كيف ما كتشوفوا راه رطبه ما قاصحاش. كنقسمها على جوج. النصف الاول كنزيد له البشور ديال البرتقال، والنصف الثاني كنزيد له الكاكاو المور. كنزيد واحد شويه ديال الدقيق غير باش ما تخفافليش العجينه. صافي وكنجمعها وكندوز للثانيه كيف ما قلت لكم، كنضيف لها الكاكاو وكنجمعها حتى هي بنفس الطريقه. هنا درتها في بلاستيكه غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز باش نخدم العجينه الاخرى اللي بالفاني. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راني سرت بلاستيك غذائي ودرت فوق منها بلاستيك اخر.
باش هكدا كنطلقها بسهوله ما كتلصقليش وما كتبقاش تعذبني، تجيني ساهله بحال هكا. صافي دابا غادا نطلقها على شكل مستطيل. المهم تكون مقاده، ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه بحال هكدا كيما كتشوفوا معايا. غادي نخليها على جنب وندوز باش نخدم الكويره الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. كندير ليها بلاستيكه من التحت ومن الفوق وكنطلقها بالدلاك بهذه الطريقه هذه، كيكونوا نفس القياس. دابا غادي ناخذ العجينه ديال الفاني ونسرحها فوق العجينه ديال الشكلاط. انا درتها وجه شويه ولكن غادي نقادها نبقى معاها بشويه حتى نسرح ليها الوجه ديالها مزيان، ان فاش كنديروها فوق الاخرى كتلصق، لكن غير بشويه غادي نبقى حتى نصاوبها. صافي كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نزيد نسرحها بالدلاك نرققها شويه، مازال نزيد نرققها. كما كتعرفوا راه فيها الخميره، ندخلوها الفران غادي تزيد تنفخ، غتجينا غليظه بزاف. المهم هنايا من بعد ما رققتها مزيان كنجمع ليها الجوانب ديالها بهذه الطريقه هذه. فاش كنكون كنجمع وكنصير، ما كنخليهمش مرخوفين باش ندخلهم الفران ما كيتحلوش. صافي كنحاول نروليه بهذه الطريقه هذه، والجهه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه كنروليها. كيف ما قلت لكم انا كنرولي وكنزير العجين. صافي دابا غادي نقطعها، وهذوك الجناب ديالها كنقرصهم مزيان باش ما كيتحلوش لي في الطياب، حتى وهي خضراء الا ما سديتوش ليها الجوانب ديالها مزيان غادي تحل. ضروري كنقرصوهم مزيان كنزيروهم باش ما كتحلش معانا. وبنفس الطريقه غنصايب الرولو الاخر اللي بقى ليا. هنايا خديت شويه ديال الكاوكاو هرمشتو، ندير معاه شويه ديال الزنجلان. صافي غادي نخلطهم. صافي كنبدا نفندهم في هاد الكاوكاو والزنجلان كما كتشوفوا معايا. صافي كندوزو مزيان حتى كيلصق فيه هاد الكاوكاو والزنجلان. وبنفس الطريقه كنصايب الرولو الاخر اللي بقى ليا حتى هو. صافي هنايا غادي نبدا نقطعهم حتى الشكل ديالهم كيجي زويون، كيعطي واحد الشكل من الداخل زوين. شوفوا هنا انا راه جالسه كنبدل في المواس. هذا درتو هذا ديال المنشار فيه دوك السنينات، جاني زويون كيقطع زوين. هذوك الاخرين اللي كنت كنقطع بهم حتى هما ماضيين، غير هذا جاني احسن، قطع ليا بسهوله. صافي هنايا كما كتشوفوا غادي نكمل الحلوه ديالي. هنا صافي راني دخلتها الفران. انا هنايا راني قطعت الحلوه ديالي كامله ودخلتها في مره الفران، ما بغيتش ندخل الاولى ونخرجها عاد ندخل الثانيه، درت كلشي في مره. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي محمره وزويونه والشكل ديالها رائع.
نتمنى